في سلسلة الفيديوهات اللي هنتكلم فيها مع بعض الفترة اللي جاية، احنا حاطينها تحت عنوان ما تخافش. لو انت عندك تخوفات من عملية الليزك او انك انت تتخلص من النضارة اللي مأيدة حركتك وشكلك، في الفيديوهات دي لو تابعتها معايا هقولك ليه ما تخافش انك تعمل عملية تصحيح الابصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا دكتور احمد سعيد، دكتوراه واستشاري طب وجراحة العيون، استاذ مساعد طب وجراحة العيون جامعة الزقازيق، استشاري جراحات القرنية والليزر بالمعهد القومي للعيون. ممكن يكون احد الحاجات اللي مش مخليك تاخد الخطوه انك تعمل عمليه تصحيح الابصار هي فتره النقاهه بعد العمليه، ودايما يقعد يقول لك انت هتحتاج اسبوعين راحه وهتقعد في البيت وهتقعد في اوضه ضلمه، والكلام ده كله مش صحيح. اللي بتحتاجه هو يوم واحد فقط، يوم العمليه واليوم اللي يليها بالظبط او اليوم اللي يليها تماما، وبعد اليوم الثاني تقدر تمارس نشاطك تماما وترجع لشغلك او ترجع لدراستك دون اي اعاقه تماما. في مجموعة الفيديوهات القادمة هنتكلم فيها عن الحاجات اللي بتخوف معظم الناس من عمليات الليزك أو عمليات تصحيح الإبصار. إذا كنت بتخاف من العمليات دي لأسباب داخل العملية أو قبل العملية أو بعد العملية. تابعونا في فيديوهاتنا الجاية. ما تخافش.